السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هندخل على طول في موضوع الفيديو. بصوا بقى، انا كنت قلت لكم ان انا هعمل تفريزات اللحوم بتاعة رمضان. وهحاول انزلها قبل رمضان. بصراحة ما لحقتش امنتج الفيديوهات وانزلها، بس الفيديو ده معايا من قبل رمضان. بس بصراحة انا من ساعة ما رمضان دخل، وبصراحة مش حابة ان انا اضيع وقت في المونتاج كتير والتصوير. يعني يا دوبك بصور بس ما بمنتج. يعني في فيديوهات كتير هتنزل الفترة الجاية، بس كلها متصورة في اول رمضان بقى او تاني يوم رمضان وكده. لكن المونتاج عشان بياخد وقت، فانا بعمله براحتي جدا. فالمهم يلا بقى نشوف احنا عملنا ايه. انا جبت هنا 4 فرخات صغيرين. كنت المفروض ان انا جايباهم علشان خاطر اعملهم حشو. كانوا هم حجم صغير خالص، ده اللي بيتعمل حشو. المهم لقيت ان الراس بتاعتهم مقطوعة والجلد متبهدل ومن تحت مفتوحة، فطبعا مش هعرف احشيها. فقمت مقطعاهم 4 كده، كل فرخة 4، وهم فراخ صغيرة. فعملت منهم اكلات حلوة قوي، وعملت معاهم حاجات حلوة. تعالوا نشوف كده احنا اول حاجة هنعملها ايه في الاكلات دي. بصوا بقى، طلعت هنا الوراك. طلعت الاوراق كده، هعملها دلوقتي مشوية. فجبت الكبة، الدورق الصغير بتاع الكبة ده. الكبه بتاعتي دي، انا عندي الكبه باتنين دورق، واحد صغير واحد كبير. الصغير ده بقى بينفعني بقى في الحاجات الصغيره اللي زي كده، بصلايه، طماطمايه، اي حاجه كده على السريع بتبقى حلوه. هنا حطينا هنا في الدورق ده، حطيت طماطمايه وبصلايه وفلفل، وحطيت كركم وبهارات فراخ وملح وفلفل، وعصرت ليمون، وحطيت بيه، تبلت بيه الفراخ اللي انا هشويها. واتبقى معايا حبايه من الخلطه، هعملها برضو لاكله تانية نفس نفس الخلطه بالظبط. فاحنا كده هعمل اكلتين مشويتين، وهعمل اكلتين هنسلقهم. وهعمل بقى الكتاف بتاعت الصدور كلها، طلعتها وطلعت الجوانح والرقب، وهعمل منهم برضو أكلة. جبت بقى هنا في طبق، جبت بيضاية وملح وفلفل وسنة خل صغيرة، وهجيب معلقتين دقيق وحبة مية صغيرين، وهقلبهم مع بعض لحد ما القوام بتاعهم يبقى تقيل شوية مش خفيف. هحط فيهم بقى الجوانح والكتاف والرقب كده لحد ما تتشرب خالص بالخلطة، ويبقى نفس الطعم كده، وتقعد شوية فيها. وهسيبهم في الخلطة دي حبة كده لحد ما يبقى يعني تتشرب كده الخلطة بيهم وتتغلف بيها كويس. بعد كده هقوم جايبة الخلطة اللي أنا عاملة خلطة وبرطمان مجهزاه في التلاجة للبانيه ولأي حاجة زي كده. البرطمان ده عبارة عن بقسماط ناعم، وربع كيلو فيجيتار سايب بجيبه من العطار. ما بجيبش الفيجيتار الأكياس، بجيب الفيجيتار السايب، بيبقى أوفر وأحسن بكتير. وبحط في برطمان زي كده مع بعض البقسماط مع الفيجيتار. ولو عايزة احط ملح وفلفل، ولو عايزة كمان احط معلقة بيكنج باودر، بحطهم عليه وبسيبهم جاهز في التلاجة، يبقى جاهز عندي لأي حاجة زي كده. هبتدي اغلف الجوانح والرقب بالخلطة دي. هحاول بقى ان انا اخلي للطبق اللي هو فيه الخلطة معلقة او شوكة ناشفين، وهناك هتبقى شوكة تانية خالص اللي بنقل بيها الحاجة، علشان خاطر الخلطة ما تمسكش في المعالق اللي فيها الخلطة المبلولة، فيمسكوا في بعض، فتبقى معجنة وتبقى شكلها مش حلو. فغلفتها كلها، خدتهم كلهم زي ما انتم شايفين كده. هنا شوكة ومعلقة ناشفين، وهناك الشوكة لوحدها اللي بجيب بيها، علشان خاطر ما يبقاش فيه تهدير في الخلطة وتكلكع معاكي وهيبقى شكلها مش حلو. وحاولي ما تستخدميش ايديكي برضو، عشان ايديكي لو مبلوله ودخلت في الخلطه هتعك معاكي الدنيا وهتبقى صعبه. وحاولوا كده تضغطوا عليها الخلطه عشان تمسك فيها وما تفرولش منك وانتي بتشتغلي في الزيت. انا كده خلصت ال5 اكلات. انتوا لو شايفين كده هتحسوا اني 4 فرخات وانا طلعت منهم 5 اكلات. مش انجاز يعني، عادي. بس انا عايزه اقول لكم ان الفراخ دي صغيره قوي. الفراخ دي انا كنت جايباهم هناكلهم اليومين في البيت. يعني كنت هعملهم حشو وكنت هاكلهم يومين في البيت بس. فانا عملت منهم 5 اكلات ل5 ايام. فده انا شايفه انها يعني توفير كويس وبصراحه انجزت معايا جامد. هنعمل بقى اول كيس، هنعمله النهارده في نفس اليوم اللي عملت فيه الفراخ. الصبح بالليل بقى هنعمل بقى اول كيس الولاد مسكوا فيه، اللي هو بتاع الجوانح والرقب. الاولاد بيحبوا الاكلات دي قوي. هنعمله دلوقتي مع بعض وهنشوف عملنا ايه. الولاد قالوا لي يا ماما عايزين نتعشى من الحاجات اللي انتي عملتيها دي. فقمت جايبه بقى مكرونه الصغيره دي وحمرتها في الحله وهعملها لهم. قليت الخلطه اللي انا عملتها دي. الاول الاولاد كانوا فاكرينه جمبري، لان الرقب فعلا وهو متغلف كده شكله كان عامل زي الجمبري. فالمهم قليتها كده في الزيت وانا في نفس الوقت بقلب المكرونه، ايديا فيها على طول، ما تسيبيهاش علشان خاطر ما فيش واحده تحمر والتانية تبقى لسه نيه. قعدت احمر فيها كده لحد ما احمرت معايا خالص. وقلبت معايا الناحية التانية كده، وانا برضو بقلب في المكرونة كده علشان ما تتحرقش معايا. وهجيب طبق واحط عليه مناديل، وهطلع عليه اول دفعة من الخلطة دي.
وفي نفس الوقت برضو بقلب المكرونه علشان ما تحرقش مني. وبعد كده هجيب كيس طماطم من اللي احنا مفرزينه مع بعض قبل رمضان، هحطه على المكرونه دي. طلعت اهو اول دفعه على المناديل علشان تشرب الزيت، وهحط بقى الدفعه التانية، كانت الدفعه الاخيره دي قلتهم على مرتين. مهم بعد كده هجيب قلت لكم كيس طماطم اللي احنا فرزناه مع بعض قبل رمضان اهو، زي ما هو كده، ومعلقتين صلصه ومكعب مرق الدجاج وميه سخنه، وحطيتهم وبقلبهم. بحب انا والاولاد بنحب المكرونه بالطريقه دي قوي، بحب احمرها كده واحط عليها الصلصه وتتشرب مع بعض كده وتبقى حلوه قوي. بحبها اكتر من المسلوقه بكتير، وبتبقى حلوه وخفيفه وجميله. في العشاء بتبقى حلوه، في الغدا بتبقى حلوه، في اي حاجه بتبقى جميله. هشيل بقى اللي احنا قليناه ده خلاص. هحط بقى استعد بقى للدفعة التانية. وكده احنا هيبقى خلاص خلصنا وهنتعشى. وكده احنا عملنا مع بعض الفراخ كلها، وعملنا الوصفة دي، ونفعت اهي معانا، والمكرونة قربت تستوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.